في خبر مثير للجدل، أدلت المصرية صاحبة قناة أنوش على يوتيوب والتي تم القبض عليها يوم الخميس بتهمة نشر الفسق والفجور والرذيلة، باعترافات مفصلة حول دوافعها من وراء محتوى القناة وسبب تقديمها لمثل تلك الفيديوهات الداعرة. قالت نبوية خلال التحقيق معها إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب لتقديم محتوى بعنوان الروتين اليومي، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل، وأنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خصوصا أنها امرأة مطلقة وبلا رجل ولا تملك أي مدخول رسمي. وقالت السيدة إن الفيديوهات التي كانت تنشرها في البداية لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة، لذلك انتقلت إلى أسلوب الإغراء، فقد بدأت المشاهدات تحقق أرقاما مرتفعة وتجني مبالغ مالية كبيرة بعد إظهارها لبعض مفاتنها، وبدأت باقتسامها مناصفة بين الشركة الراعية لقناتها وبينها. كشفت صاحبة القناة أيضا أنها بارتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها بدأت تجذب المتابعين على تيك توك ويوتيوب بناء على نصيحة من جارتها. وكشف أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد صاحبة القناة باعتباره مؤسس حملة تطهير المجتمع من الرذيلة والفسق، وأن هذه الفيديوهات كانت مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع وتخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام السوشيال ميديا أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.